لا يا هندي يا حبيبتي مش عارفه. حاضر يا حبيبتي، هكلم مصري واعرف منه الموضوع ده ايه وابقى ارد عليكي في حكايه الورق. يلا باي باي يا حبيبتي. هايل هايل. اخيرا يا ايناس اللي انا كنت ببرمجه اتبرمج. البرنامج ده عذبني عشان ابرمجه الحقيقه. برنامج ايه يا مصري؟ ايه اللي مخليك مركز قوي في الموبايل وسايبني عماله بتكلم في التليفون اكتر من 10 ساعات؟ ما انت مش هتفهمي. انا كان نفسي بقى في اي وقت وفي اي مكان ابص في الموبايل كده ببرنامج معين اشوف اللي بيحصل في مكتبي ايه. الحمد لله عملت صوت وصوره. ويا ترى بقى المكتب بس ولا شقتنا كمان؟ اي مكان اي مكان عاوز اشوف بيحصل فيه ايه صوت وصوره هشوفه هنا على الموبايل طول الوقت. طول عمرك شكاك يا مصري. طبعا شكاك في الموظفين في الجيران في اي حد، لكن في مراتي يا حبيبتي طبعا مستحيل. طب خد بقى يا حبيبي شوف الورقه دي لحسن كل اللي بيقراها قلبه بيتقطع وانا مش فاهمه حكايتها ايه بصراحه. ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ وايه المكتوب ده؟ المهم انها كاتبه العنوان. الله، ايه ده؟ ده العنوان عندنا هنا في العماره في الدور الاخير. ايوه صح. تخيل الناس اللي كانوا فوق فعلا سافروا، وفي واحده سكنت فوق في حالها كده هي اللي مأجراه دلوقتي. فعلا احنا عمرنا ما شفناها لا هي ولا جوزها. فعلا هم في حالهم. تفتكر يا رأفت لو حد لقاهم هيرجعهم لها ولا هيكبر دماغه؟ الورقه دي لازم توصل لكل الناس، لان اللي لقى ال 200 جنيه لو شاف الورقه دي هيرجعهم فعلا. ولو ما وصلتش يا رأفت الست دي هتعمل ايه؟ بصراحة بقى أنا مش عارف الست دي هتعمل إيه ولا هتروح فين ولا هتتصرف إزاي. الله يكون في عونها. معقول المعلم فوزي اللي قلبه زي الحجر تصعب عليه الست الغلبانة دي؟ يا ابني إحنا كلنا بني آدمين ولازم نحس ببعض. وبعدين المهم دلوقتي الست دي هتعمل إيه وهتروح فين. الله يكون في عونها. على فكرة أنا رقيق وحساس وابن ناس، وعندي استعداد أصور الورقة دي وأوزعها على المنطقة كلها. الله عليك الله عليك برافو عليك والله برافو عليك. كلك رجولة. أنت صحيح صنايعي على قدك بس كلك رجولة وشايف. بس أنا حاسس إن أنت مش بالغ الحكاية دي خالص. مش تلميذك أنا ولا إيه؟ لا تلميذي وناصح كمان، بس أنا فعلا مش مقتنع لأن الكلام اللي مكتوب في الورقة يعني ايه بقى يا ايناس؟ يعني كمان جوزك مصري اللي عامل نفسه ابو الجدعنه مش واثق في الست دي ومش مصدقها؟ للاسف مصري طول عمره كده بيشك في كل الناس، ما بيشوفش من الكوبايه غير نصها الفاضي بس. على فكره يا جماعه هي المشكله مش بس في مصري، المشكله ان في ناس كتير جدا مش مصدقاها. خلاص يبقى مفيش غير حل واحد بقى، وهنعمله انا وانتي ورافع. ايه ده؟ اوعي تقولي لي نطلع للست دي ونحاول نديها فلوس. لا لا يا هند، احنا كده نبقى بنحرجها هي وجوزها واولادها. شوفي يا هند احنا بنسمع عنها كتير وعارفين انها مأجره، لكن لا عمرنا صادفناها ولا عمرنا شفناها.
يا جماعه هيجرى ايه بس لو طلعنا بصينا عليها وسالنا عليها؟ ست غلبانه يعني، مش هنحرجها ولا حاجه. يبقى تطلعوا انتوا اسمكم ستات زي بعض، انما انا لو طلعت هيبقى احراج بجد ليه. ما شاء الله ما شاء الله. واحنا مالنا بقى يا سي فوزي بست غلبانه وفلوسها ضاعت؟ والله صعبان عليا قوي يا ماما. طبعا صعبان علينا، صعبان على دي تصعب على الكافر يا شيخ. وبعدين مالنا ازاي يعني؟ انا بصراحه عايز اعرف حكايه الست دي ايه بالظبط. يا فوزي هي الست ديت مش وراها اي مصلحه؟ انا مراتك وعارفاك كويس، بلاش اوضح قدام بنتك. ها قصدك ايه بقى يا ست ماما؟ قصدك ان بابا بيحاول يستغلها ولا ايه؟ يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا رب يا رب ارحمني من الناس دي يا رب، يا رب والنبي ارحمني يا رب. انا الحمد لله طول عمري وتنسى موضوعها. ايوه والنبي يا بابا، هي مش ناقصه خالص، واضح ان ظروفها صعبه قوي. خلاص خلاص يا ست رحاب، خلاص يا ست سمر، انا اوعدكم ان انا مش هشغل نفسي لا بيها ولا بغيرها، بس انا لازم اعرف حكايه الست دي ايه بالظبط. وانت ايه رايك يا مصر في موضوع الست دي؟ مراتك بتقول انك مش مصدقها. مش مهم انا يا رأفت، المهم انت مصدقها ولا لا؟ قول لي الحقيقه. انا بصدق كل حاجه تتقال لي، بس اقول لك حاجه، طالما هي كتبت الورقه تبقى مزنوقه، هتكذب ليه؟ عندك حق، يبقى المفروض بقى اللي لقى الفلوس دي رجعها لها. ده لو احنا اتعرفنا عليه، وهي كمان ما تعرفتش على حد. مش مهم يتعرف علينا ولا نتعرف عليها، المهم دلوقتي لو فينا الخير بجد لازم اللي لقى الفلوس دي يرجعها لها. عندك حق، ده لو فينا الخير. تفتكر يا مصري احنا لسه فينا الخير بجد؟ عملت ايه يا ابو السيد؟ احكي لي احكي لي، انت ايه بتلهط؟ كله تمام يا معلم فوزي، كل اللي انت قلت عليه عملته بالحرف الواحد. يعني عرفت مين الست دي بالظبط؟ ايوه عرفت. طب عايزك بقى تحكي لي وبالتفصيل الممل. بص يا سيدي، ايوه الست دي مش متجوزه. حلو قوي حلو قوي، هايل كده بقى يحلو الكلام. وطبعا اكيد طلعت مش غلبانه. لا لا، الست دي غلبانه، والراجل اللي معاها الكبير ده يبقى ابوها، وعندها 4 عيال صغيرين ربنا يكفيك الشر، عندهم مرض خبيث كده، واللي بيصرف عليهم المعاش بتاع جوزها الله يرحمه الله يرحمه. يعني حكايه ال 200 جنيه دي بقى صح مش كده؟ ايوه طبعا، وعرفت كمان من السمسار اللي مأجر ليهم الشقه ان صاحبه الشقه ما بتاخدش منهم الايجار. ياه كده انا ظلمتها، انا ظلمت الست دي وشكلي بقى وحش قوي. الست دي فعلا غلبانه. لا حول الله يا رب، ربنا يكون في الحمد لله، ادينا اتاكدنا ان الست فعلا طلعت غلبانه ومسكينه. يا ريت بقى نطلع الست دي من دماغنا ونهدى شويه يا سي فوزي. والله انا كان قلبي حاسس فعلا يا بابا ان الست دي غلبانه قوي. ما هي فعلا غلبانه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ بس انا اللي محيرني هي قافله على نفسها ليه؟ ليه ما بتخرجش، ما بتقابلش الناس، ما ب... ليه قافله؟ هي خايفه من ايه؟ في حاجه، في سر؟ ما بلاش انت يا سي فوزي، هتخرج لمين؟ للديابه اللي مستنيينها هي واولادها وابوها المريض الغلبان. ليه بتقولي كده بس يا ماما؟ هي الدنيا وحشه قوي كده؟ اسال ابوك يا حبيبتي وهو يفهمك ان الدنيا ما عادش فيها امان. تصدقي بقى انا اتخنقت منك؟ والله العظيم اتخنقت منك، وكلامك ده بيسد نفسي كمان. يلا قوم، يلا روح اعمل لنا حاجه ناكلها، قوم. يا جماعه احنا كده شايفين مصري اهو، صوت وصوره. الله،
طب ومصري ليه بقى ان شاء الله بيكلمنا فيديو يعني؟ ما ينزل، ما هو شقته فوق شقتنا. صحيح انا نسيت اقول لكم، احنا كنا شايفينكم انتوا قدام باب الست الغلبانه دي. يا خبر ابيض، معقول؟ حتى الست الغلبانه دي ما رحمهاش وبيراقبها؟ لا ده واضح انكم مش فاهمين اي حاجه. يا ايناس انا ما عملتش الكلام ده علشان اراقب الست، افهمي بقى، انا نجحت في التجربه وهثبت لكم حالا. تجربه ايه يا مصري؟ اوعى تكون بتراقبنا احنا كمان. كارثه يا مصري لو بتراقب صاحبك واخوك. اطمنوا، انا حطيت الكاميرا قدام بيت الست مش علشان اراقبها خالص، انا بعمل تجربه والحمد لله نجحت فيها، وهثبت لكم حالا ان الدنيا لسه بخير. ازاي يا مصري؟ انا مش فاهمه. الست الغلبانه لما وزعت الورقه دي قالت ان ضاع منها 200 جنيه، راح لها ناس كتير جدا ادوها 200 جنيه رغم ان هم ما اخروش ال 200 جنيه اساسا. يا سلام، يعني ساعدوها ودفعوا لها ال 200 جنيه؟ بيقول لك ناس كتير، يعني ربنا كرمها ورزقها باكتر من 200 جنيه. قول يا مصري، ناس زي مين؟ ها؟ زي مين؟ قولي زي مين ما ساعدهاش، كل الناس ساعدوها، حتى البنت الجميله سمر رغم انها طالبه انما جمعت 200 جنيه وراحت ادتهم لها. والصنايعي الجميل سيد ده جدع قوي وابن بلد، هو كمان اداها 200 جنيه. اما بقى الست الجدعه رحاب دي ب1000 ست ادت لها هي كمان 200 جنيه، وجوزها فوزي الفهلاوي بتاع كل الكلام اللي انتوا شفتوه ده هو كمان ساعدها. ما شاء الله، الناس فعلا هنا في المنطقه طيبين قوي. دي حقيقه. واحنا بقى يا مصري يا ترى عملنا كده ولا لا؟ اكيد عملنا، والحمد لله انا كل شهر اساسا بساعدها بمبلغ كويس، لكن الجميل ان صديقنا الاستاذ رأفت هو كمان ساعدها بمبلغ كبير قوي. ليه بس كده يا مصري؟ ده انا عملت كل ده في السر. في السر او في العلن هم دول المصريين اللي بجد، اللي بيحبوا الخير وعايشين للخير، وده اللي بيأكد ان الدنيا فعلا بخير. ولعلمكم طول ما مصر والمصريين بخير الدنيا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير او مساء الخير، اهلا بيكم ولقائنا المتجدد معاكم في يوميات مصري، واهلا بحضراتكم بقناتكم قناه القاهره، قناه كل المصريين، قناه كل الوطنيين المخلصين المحبين لبلدهم بجد وبحب وباخلاص. اهلا بحضراتكم. الحقيقه النهارده عايزين نقول الدنيا بخير وهتفضل بخير، والدنيا كلها طالما مصر بخير هتفضل الدنيا بخير، ده حقيقي، والتاريخ بيقول لنا ده من آلاف السنوات. طول ما مصر آمنة مستقرة الدنيا فيها أمان وحلوة، كل ما العالم كله كويس. النهارده هنتكلم في كذا محور، وهنتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة والإخلاص، وكمان بمنتهى الشفافية والوضوح. هنقول لبعض كده احنا كلنا كمصريين بنحب بلدنا بجد؟ هل فينا حد جواه حب لبلده ممكن للحظة واحدة يعمل أي حاجة ضدها؟ هنقولها بجد لكل الإعلاميين ولكل رجال الأعمال ولكل الصغير والكبير. لو بتحب بلدك بجد حب رئيسها وحب جيشها وحب شعبها وحب ناسها. اوعى تفتكر للحظة واحدة انه الامور بتتجزأ او الحب بيتجزأ. انا بحب مصر بس بكره رئيسها، بحب مصر بس مش حابب الجيش، بحب مصر بس. مفيش حاجة اسمها كده. يا بحب مصر رئيس وشعب وجيش وشرطة وكله، يا ما بحبش بلدي بأمانة. عندي سؤال مهم قوي بصراحة، عاوز حضراتكم بقى تشاركوني الإجابة عليه. هو ليه أساسا موضة برامج التوك شو؟ ليه؟ هل هي مهمة وضرورية كده للشعب المصري؟ هل هي موضة وطلعنا فيها كلنا كصحفيين ومذيعين وإعلاميين بحيث كل واحد بقى بيملي بآرائه أيا كانت على الناس بحجة إن هو في برنامج توك شو؟ هل برامج التوك شو اللي في مصر بمنتهى البساطة بتختار مين تستضيفه ضيف وتنجمه وتعمله نجم النجوم، ومين تشتمه وتهاجمه وتعمله ولا كأنه شيء؟ هل ده له أسس وقواعد؟
هل هدم مسبيرو بقى هدف رئيسي لبعض برامج التوك شو؟ هل في داخل هذا المبنى اللي احنا فيه مبنى مسبيرو ناس زملاء مش قادرين يقدروا المسؤولية ويفهموا ان في فرق بسيط وواضح بين النقد البناء والنقد الهدام؟ هل فينا اعلاميين او صحفيين لسه مش قادرين يفهموا ان وقت الحرب اللي بجد، الحرب على الارهاب والحرب على الخونة وعلى الاعداء وعلى كل اللي بيكره بلدنا، وقت هذه الحرب، لان الحرب ايام ما كان مواجهة مع اسرائيل بس لوحدها كده عدو واضح شيء، والحرب الحالية شيء اخر. لو انا مش قادر كصحفي او كاعلامي افهم ان وقت الحرب في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش، في كلام مفروض اقوله اخلي كل مشاهد يسمعني يصدقني ويحبني او ياخد موقف لصالح بلده، والعكس. وقت الحرب مفيش اساسا حاجة اسمها هداوة او مهادنة او خالص، في كلنا في مركب واحدة، يا المركب تغرق بينا لا قدر الله، يا المركب توصلنا كلنا لبر الامان. ولو رجعنا ورا شوية عايز أكد على حاجة مهمة قوي قوي. لما قامت ثورة يناير كان هدفنا تصحيح الوضع، مش عاوزين توريث، مش عاوزين فساد، مش عاوزين، وكلنا كنا بنحلم بده. أنا بتكلم على الأبرياء بعيدا عن الخونة المرتزقة اللي كان الحكاية بالنسبة لهم مكاسب مادية ومكاسب شخصية، اللي كان لهم أهداف والجماعة إياها وإلى آخره. بتكلم على الشباب البريء والمصريين الأبرياء اللي كانوا طالعين فعلا بيحلموا لبلدهم بشكل من التحضر، بحق من حقوقهم ان هم يعيشوا كويس. لما عملنا الثورة عملناها ضد الفساد، عملناها ضد الرشوة وضد المحسوبية وضد الواسطة وضد كل ده، وضد اللي كانوا موجودين وقتها وشوفنا بعينينا ان هم فسدة. والدليل على فسادهم، وبسأل برضو حضراتكم معايا في السؤال، لما حسين سالم يقول ويصرح انه رجع 5 مليار دولار لمصر، انا طبعا بجد بحيي القيادة المصرية انهم قدروا يرجعوا مبلغ زي ده. ولو ضربنا بقى ال5 مليار في كام واحد زي حسين سالم، بتهيألي تتحل مشاكلنا كلها المادية يعني. لكن بسأل جاب منين ال5 مليار دول؟ واللي زيه بقى احمد عز او غيره ايا كان اي اسم هتقولوه، جاب ملياراته منين؟ ده بقوله بقى لرجال الاعمال، كسبتوا فلوسكم منين؟ ملايينكم اتعملت منين؟ مش من الشعب المصري؟ لما رئيس الدولة المواطن اللي اسمه عبد الفتاح السيسي في بداية عهده يروح لحد البنك ويتبرع بنصف ما ورث ونصف مرتبه، وعمل هذا الكلام قدامنا كلنا علشان بعضنا القادر يعمل زيه. رجال الأعمال اتفرجوا على اللقطة وعلى المشهد وخلاص، محدش حاول يعمل زيه. لما عمل صندوق تحيا مصر كان بيقول لرجال الأعمال أرجوكوا حاولوا تساعدوا البلد. أنا فوجئت أنا شخصيا لما عملت برنامج وكنت بقول فيه هذا الكلام، قنوات خاصة كتير قوي رفضت تذيعه، والقنوات اللي ذاعته كانوا بيختاروا بعض الحلقات يقولوا بلاش حلقة فلان بالاسم، على اعتبار ان احنا ما زلنا بنعيش برضو للأسف جو ان مين نقرب منه ومين بلاش نقرب منه. بقولها بمنتهى الصراحة والأمان، احنا عاوزين ايه من بلدنا؟ عاوزين ايه من مصر؟ عاوزين ايه من رئيس مصر؟ هل عاوزين رئيس مصر يزهق ويمشي؟ ولو مشي مين البديل؟ هنعمل ايه؟ في كلنا على فكرة 90 مليون مصري، فيهم على الأقل 80 مليون مصري زيهم زي السيسي بالظبط كوطني، بيحبوا البلد جدا جدا جدا. أما الخونة والمرتزقة واللي خدوها سبوبة بقت واضحة قوي، مش هقول أسماء لكن بقت واضحة. وبجد أنا بتمنى إن احنا في برنامج يوميات مصري يبقى عندنا الوقت إن كل حلقة أكشف لكم شخص واحد بس، كل حلقة شخص واحد من اللي حضراتكم بتشوفوهم على الفضائيات. والغريبة وده برضه بأمانة سؤال محيرني، السؤال الأساسي بتاعنا برامج التوك شو لازمتها إيه في مصر؟ السؤال الفرعي، حاضر ناخد الأستاذ شريف المحامي، حاضر، بس السؤال الفرعي من السؤال الرئيسي، ليه برامج التوك شو أساسا؟ والسؤال الثاني، اللي بيقدموا برامج التوك شو انتوا ما بتدخلوش على الفيسبوك؟ ما بتدخلوش وتشوفوا الناس بتشتمكوا ازاي؟ ما بتشوفوش كم الشتائم الرهيب بجد؟ يعني ده بيوصلكوا احساس ايه؟ الناس مش عاوزاكوا.
بعض الناس بيصل كم الشتائم بامانه بشيء غريب، شيء غريب، ومع ذلك مستمرين. والحكايه كلها انه مصاحب صاحب القناه، صاحبه، بيقعدوا مع بعض كده يلعبوا طاوله ولا حاجه وخلاص يطلع على الهواء 4 5 ساعات 3 ساعات قد ما هو قادر يقول ويسم العسل في السم زي ما بيقولوا، وبطريقته اللي مليانه يعني ان البلد كلها في انهيار، ان مفيش حاجه حلوه في البلد. ما بيشوفوش زياره الرئيس لحد كازاخستان واليابان وكوريا، ما شافوش ده خالص. شافوا ممثله ما حدش يعرفها اتخانقت مع ضابط، شافوا توفيق عكاشه بيتضرب مش عارف بايه وبيطرد فين ما شافوش انجاز على ارض الوطن. مش عاوزين يشوفوا انجاز، عاوزين يشوفوا دايما مصايب، ودايما يقدموا للناس مصايب. ايه الهدف؟ ولا حاجه. يفضل لا استقرار، تفضل البلد على صفيح ساخن، يفضلوا هم ورجال الاعمال اسيادهم هم اللي بياكلوا كل اموال هذه البلد بجد. ولكن هل تفتكروا الوضع ده ممكن يستمر كتير؟ هل الرئيس السيسي بكل وطنيته واخلاصه وصبره هيصبر على ده كتير؟ ده ناخد مين يا استاذ الفاضل؟ بس ناخد الاول فيديو طوكيو، ناخده الاول قبل الاستاذ شريف عشان نحسس الناس حتى في برلمان اليابان. شوفوا بيرحبوا ازاي برئيسنا رئيس مصر. نشوف هي ثواني، نشوفه مع بعض مع الاستاذ هشام انيس وناخد ضيفنا وهنتكلم بوضوح وهنقول لبعض برامج التوك شو دي لازمتها ايه؟ ثانيا احنا بقى كشعب ازاي نساعد رئيسنا. انا عاوز نقول بمنتهى الامانه نبعد الرئيس خالص عن المواجهه، الرئيس والجيش يبعدوا عن المواجهه، واحنا كشعب قادرين على مواجهه مين؟ الامريكان والصهاينه والخونه واعداء البلد، قادرين نمسح بيهم الارض. نشوف كده استقبال البرلمان الياباني لرئيس مصر المشرف كان شكله ازاي. موجة من التصفيق الحار واللي من القلب واللي مليان احترام. كل واحد بيسقف لرئيس مصر عارف قد ايه هذا الرجل وطني، عارف قد ايه هذا الرجل حط روحه على كف وحط بلده كلها على كف تاني، وقال انا يعيش يموت في سبيل البلد. كلهم بيسقفوا باخلاص. ده البرلمان الياباني. اما البرلمان الاوروبي وعشان قضية الشاب الايطالي ده موضوع تاني، ده الهدف سياسي بحت، والهدف ان مصر مستهدفة. عشان كده بقول لحضراتكم لازم نبعد الرئيس والجيش عن اي مواجهه، واحنا كشعب اللي هنواجه بمنتهى الحسم. استاذ شريف صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ طولت عليك معلش. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. اتفضل علي لي صوتك شويه وادخل على طول. اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ شريف. اتفضل. والله الاعلام المصنوع، انا محمود الشريف المحامي الاسماعيلي. اهلا بيك يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ والله الاعلام المصنوع المدفوع اعلام موجه، واحنا عارفين ممول منين ومن قبل مين، والايادي اللي بتلعب فيه وبيه عارفين هي بتقصد ايه، وبالتالي عارفين من زمان قوي هي بتقصد ايه، لان الامر كان واضح جدا لاي حد عايز يفهم او عايز الامور تبقى واضحه قدامه. صحيح. جمعوا بعض الشخصيات وفي وقت معين لما الشخصيات انكشفت بقوا هم اللي بيهاجموا نفس الشخصيات ديت. لو حضرتك حابب تعرف ثمن كل مذيع كام، وثمن كل لقاء كام، وادفع كام عشان اظهر برنامجي بالشكل اللي انا عايزه، وادفع كام عشان اظهر الموضوع بشكل مخالف للحقيقه او للواقع، الاسعار كلها تقريبا موجوده عندي. حضرتك فاكر الفكره اللي انا عرضتها وناديت بيها، وهقاتل من ان انا اظهرها لان فكرتي ومعتز بيها وعايزها وحاببها، وهظهرها في يوم من الايام ان شاء الله، وهتاخد حقها باذن الله ونصيبها. ولكن انا يعني عرفت قدرت من خلال ده ان انا اعرف ده عايز كذا، فلان بياخد كذا وفلان بياخد كذا وفلانه بتاخد كذا، وكلهم الا من رحم ربي قليلين قوي كلهم. طب استاذ محمود، وحضرتك بتتابع الجزئيه ديت في الاعلام، شايف ان كلهم مضحوك عليهم ولا بيعملوا ده وهم فاهمين؟ يعني لا، نسبه اللي مضحوك
مسكوك عليها من الاعلاميين نسبه بسيطه جدا، لان هو في النهايه اعلامي مش هقدر انكر عليه ثقافته او علمه او ادراكه، اغلبهم عندهم ثقافه وعندهم علم، لكن فيما يستغرب راسبوتين كان عنده ثقافه عاليه جدا. بس عايز اسالك سؤال، يعني ولكن استغلال هو استاذ محمود بثقافته وبعلمه وبوطنيته ما شافش رئيس مصر وهو بيعمل جولته؟ لا انت اضفت اضافه، انت قلت وطنيته للثقافه، والعلم مش مرتبط بالوطنيه. ياما في ممكن مثقفين بيستخدموا ثقافتهم دي في الاضرار بالمجتمع، او في الحصول على مآرب شخصيه، او الحصول على مكاسب شخصيه ملتويه. النصاب ما هو ذكي جدا وممكن يكون مثقف جدا وفي منتهى الاناقه، لكنه نصاب. انا اسف، يعني كان عندنا في الفتره اللي فاتت دي ظهرت وجوه اعلاميه قذره جدا جدا، لكنها في منتهى الاناقه والثقافه واللسان العذب، ولكنهم كانوا ولا نجوم السينما، كانوا ولا نجوم السينما شكلا، ولكنهم قلوبهم كانت سودة الحقيقه. انا يهمني الجوهر في المقام. المفروض ان اي مصري بيهمه، اي مخلص بيهمه الجوهر اكثر ما يهمه المنظر الخارجي. انا بشكرك جدا استاذ محمود الشريف، وانت وطني. في حاجه مهمه. اتفضل بس بسرعه. الله يرضى عليك. حضرتك لو هتسمح لي على الهواء. اتفضل. حضرتك لو هتسمح لي على الهواء اكون ضيفك يوم السبت الجاي دوت، يا ريت تكون على الهوا كده، لان انا حابب قوي ان انا تنورني بس ادعي لي للسبت الجاي ما اكونش عامل تاني الجراحه اللي تحت عيني، لو كده انا تحت امرك تنورني. السلام عليكم. هنتابع معاك وان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ محمود، اهلا بيك. انا فعلا كمان متشوق اشوفك الحقيقه، ونسمع لك ونسمع لافكارك ومقترحاتك، لانك وطني بجد. وانا جاي في الطريق بمنتهى الصراحه، والله بيكلمني كام حد الحقيقه منتظرين البرنامج. انا مش عايز اقول بامانه، بمنتهى الصراحه كنت فخور بيهم ومندهش بجد. في ناس بتستنانا الوقت المتاخر ده، وعلى تلفزيون القاهره وعلى مسبيرو، يعني مع ان في زحمه قنوات وفي دوشه في القنوات كلها، وكل واحد بقى وميوله عايز يتفرج على ايه. لكن بزعل من المتلقيين وبس. المشاهد السلبي بزعل منه جدا بصراحه. احنا كمصريين بنحب بلدنا قوي قوي، زي ما قال الاستاذ محمود من شويه. في ناس وطنيين بالفطره، وفي ناس تانية مثقفين بس ما عندهمش وطنيه. عجبتني الجمله دي جدا منه. مدام حنان، مساء الخير. مساء النور. احسن ناس شبرا والله. الله يخليك. المصريين اللي بجد. الله يخليك. اتفضلي. انت حضرتك بتتكلم على البرامج التوك شو كده، انت شايفه ان هي يعني حاجه مهمه في حياتنا لا هي مش حكايه مهمه ولا مش مهمه. هو الوقت المشاهد بقى عنده وعي. تمام. بقى عارف مين اللي هو بيتكلم في كويس، ومين اللي بيتكلم ضد البلد، ومين اللي مع البلد. تمام. فبتلاقي حتى اللي هو المذيع اللي ما بيتكلمش في حاجه يعني تفيد البلد، الناس حتى ما بقتش تشاهده اصلا. يا ريت يكون كده يا مدام حنان، يا ريت. والله حتى ناس اتجهت دلوقتي للتلفزيون الارضي. اتمنى الناس ترجع لمسبيرو، لان مسبيرو ده بيت الامان. مش هنسمع ابدا لفظ خادش، مش هنسمع. عندك حق. بس انا نفسي الاستاذ هشام انيس لو سمعني واحنا بنتكلم مع مدام حنان، في جمله للسيسي قالها، واقسم والله العظيم انا لو انفع اتباع لصالح البلد. عايز اسمعها يا استاذ هشام لو جاهزه، لانه لما قالها يا مدام حنان قالها حب واخلاص وقد كده عطاء للبلد، وللاسف فسروها كتير قوي المغردين غلط. ما هو مين حضرتك اللي يعني فاهمها غلط؟ بعض مقدمي البرامج اللي احنا بنتكلم عليها، واللي مش عارفين مصلحه البلد. صحيح. وهم انما الكتير هم اللي مع الرئيس. ده اللي مش مع الرئيس بصراحه والله العظيم لا انافقه ولا اجامله ولا شيء. اللي مش معاه مش مع مصر. كلها عارفه ان هو راجل مخلص وراجل قلبه على البلد وراجل بيحب البلد، وكلنا بنحبه وكلنا معاه. يا رب ادعي بس لمصر يا مدام حنان. وانا بشكر حضرتك جدا، وبشكر كل اللي بيشوفونا في شبرا، وانا مبسوط والله مبسوط ان في ناس بتشوفنا، لان انا براهن على ده. بقول الناس هترجع لتلفزيون مصر تاني، وبقول ده لصديقي العزيز الاستاذ عصام الامير، رجع المشاهد المصري لتلفزيون مصر تاني. المصريين بمنتهى الصراحه محتاجين كلمه صادقه، محتاجين حد يكلمهم بمنتهى الاخلاص بدون اي غرض. محتاجين نبعد عن المذيعين، وبقولها بقى بوضوح، المأجور اللي زي ما قال الاستاذ محمود الشريف كده بياخد كام مقابل ايه؟ المعلنين اللي عنده بيدفعوا له ليه؟ بيدفعوا لقناته ليه؟ صاحب القناه نفسها عامل القناه ليه؟ هدفه ايه؟ كل دي اسئله صعبه قوي ان احنا ما نجاوبش عليها بعد ما عشنا التجربه دي كلها. ده انا يعني اللي بشوفه في سوريا يا جماعه شيء يدمي القلوب. اللي مش قادر يصدق ان في مؤامره على البلد،
يحاول يفهم، واحنا هنشوف فيديو النهارده مع بعض. حاضر. عايز اكد ان اللي حوالينا ونركز في ده قوي. داعش المفروض انها دوله العراق والشام، راحت ليبيا. عارفين ليه؟ قال بيحلموا بدوله من سرت في ليبيا لبغداد في العراق. عايز اكد انه داعش وجودها في ليبيا مش هدفهم ليبيا خالص، هدفهم مصر. مصر محتاجه المخلصين من ناسها، محتاجه الروح اللي عند الرئيس السيسي تنتقل لكل مصري. نسمعه كده مع بعض بيقول ايه وبيقسم ازاي انه قد كده بيحبنا كمصريين، مع انه والله العظيم ما هو محتاجها. خلاص، ما هو كل واحد فينا بعد ما بيكبر في شغله مش محتاج حاجه من حد، لكنه بيقسم بالله العظيم انه لو ينفع يتباع لا يتباع علشان البلد دي. نسمعه. أنا كان عليا والله هقول تعبير صعب جدا جدا، والله العظيم أنا لو ينفع أتباع لأتباع. شايفين اقسم بالله حابس دموعه. ده بيقولها بمنتهى الاخلاص، بيقولها بمنتهى الشعور والاحساس بالبلد وظروفها. بيقولها هو النهارده بينادي بانشاء مدينه اساس في دمياط، بيكلم وزير تموين مصر عشان يتاكد الناس حياتها امنه ولا لا، الحاجه متوفره ولا لا. يا جماعه يا ريت نفهم ده بجد، يا ريت نفهم ده. وعايز افرق بين حاجه مهمه قوي، وانا شخصيا ياما عملت ده. النقد مطلوب، النقد البناء مطلوب. لما اقول له يا رئيس مصر انت اخترت الوزير الفلاني غلط لانه غلط في كذا، او انت اخترت رئيس الوزراء الفلاني غلط، او انت، ده نقد مطلوب. لكن النقد اللي هو يقول له كلام ياخد البلد كلها في 60 في 70 داهيه، حرام. ما حدش فينا حاسس ولا حد فاهم. رئيس مصر هو في النهايه اختيار 90% 97% من المصريين، يعني مش 90 مليون، يعني شيء بجد ما حصلش في التاريخ. الناس بتحبه بجد، بتحبه جدا جدا. وحتى على السوشيال ميديا، ورغم ان الاخبار كلها بتقول ان 350 موقع اتعملوا في الشهور اللي فاتت دي علشان يحرضوا الشباب المصري ويحرضوا مش عارف ايه على الجيش وعلى الشرطه وعلى الرئيس، وكلهم طبعا من خارج مصر. لكن ادخلوا على السوشيال ميديا وشوفوا كم اللي بيحبوا الرئيس السيسي وكم اللي بيكرهوا كل مقدمين برامج التوك شو. بجد حتى السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليهم لا، ادخلوا وشوفوا. اكتب بس كلمة إبراهيم عيسى بس على صفحتك، شوف كده كام حد هيشتم. اكتب أي اسم يجي لك في ذهنك، أي اسم اكتب وشوف رد فعل الناس إيه. شوف رد فعل اللي أنت تعرفهم شخصيا واللي أنت ما تعرفهمش شخصيا. شوف الناس ما بقتش طايقاهم إزاي. أستاذ رياض صباح الخير. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ رياض، اتفضل. ازيك يا استاذ جمعه؟ استاذ جمعه الله يبارك فيك يا استاذ جمعه. احسن ناس الجيزه. انت شايف برامج التوك شو دي لها لازمه يا استاذ رياض ولا ايه رايك؟ لا ما لهاش لازمه يا فندم. يعني لو عرضوا مسرحيه وضحكوا الناس احسن والله. لو عرضوا مسرحيه وضحكوا الناس أيوة احسن. يا فندم. بس انا عايزك في موضوع يا فندم بعد اذنك. اتفضل يا استاذ رياض تحت امرك. يا فندم انا كلمتك على السكن قبل كده، لا ربنا يخلي لك عيالك يا باشا. السكن؟ انا رياض محمود يا باشا من الجيزه والله. انت اللي كنت قدام محافظه الجيزه معاك يافطه كده ورسمها ولا هو واحد تاني؟ لا يا باشا، لا يا باشا مش انا يا باشا. طيب انت فكرني يا استاذ رياض معلش، انت مقدم في وزاره الاسكان؟ مقدم يا باشا ومعايا كعب والله يا باشا، ربنا يخليك يا استاذ جمعه. طيب اخر حاجه اقول لك عليها ايه؟ اخر رد عندهم كان ايه؟ اخر رد قال لك لما يجي الوزير بتاع الاسكان ويمسك يا باشا. ما خلاص، ما الوزير ماسك من زمان. ما الوزير موجود، والوزير راح فين؟ يا باشا ده خدمه منك انت. حاضر عينيا الاثنين يا استاذ رياض والله. حاضر قاعد في بيت قديم متشلخ انا ووالدتي اوضه وصاله يا باشا. حاضر يا استاذ رياض والله عينيا الاثنين، وههتم بيك وهكلمك بنفسي والله. بس سيب رقمك مع زمايلنا في الكنترول، وعينيا الاثنين حاضر. ده انت ووالدتك على راسي من فوق. هنشوف حالا مذيعة قناة فوكس بيقولوا ايه، بس قبلها عايز اقسم زي قسم الرئيس كده. عايز اقسم انا شخصيا كجمعة بيه القسم بجد.
واقسم بالله بجد لو كل برنامج من اللي حضراتكم بتشوفوهم اتبنى قضيه واحده في البلد دي، ما هنلاقي بطاله ولا هنلاقي عنوسه ولا هنلاقي فقر ولا هنلاقي جهل. لو كل برنامج من البرامج اللي حضراتكم بتتابعوها اللي مصروف عليها ملايين الجنيهات بلا سبب غير الاسباب اللي هم عارفينها، نزل قريه فقيره ولا شاف حد زي الاستاذ رياض ووالدته ولا شاف شباب اللي مش لاقي شغل بيتخرجوا من الجامعات ويقعدوا على القهاوي، لو هذه البرامج عملت بس مجرد همزه وصل ما بين الاثرياء والفقراء في مصر، مش هنلاقي حد فقير، مش هنلاقي حد محتاج. الروح دي موجوده عند رئيس الدوله، اقفوا جنبه وساعدوه وساندوه. واللي مش فاهم الكلام ده ومش عاوز يفهم ومش مقتنع، انا بقول له اقلب ما تشوفنيش خالص، ما تشوفش التلفزيون المصري، روح شوف اللي انت عاوز تشوفه، لكن حاولوا تحسوا بالمصريين الفقراء. حاول كل حد مالتي مليونير، مش هقول مليارديرات، يحس بالبلد، يحس بالبلد وناسها لان في النهايه انت فلوسك ايا كان انت مين، مذيع، اعلامي، رجل اعمال، رجل اقتصاد، فلوسك من المصريين. ما جبتش فلوسك من بره وجيت، انت فلوسك كلها ومكاسبك كلها من المصريين. مين السبب فيها؟ النظام اللي كان ماشي، النظام اللي قبل ماشي، لكن في النهايه فلوسك انت من المصريين. هتقول لي ما انا بدفع ضرايبي، اقول لك ادفع كمان، لان كل اللي عندك تاني هقول لك كل ملايينك هتروح في ثانيه لو البلد دي وقعت. كل ملايينك هتروح، الا اذا كنت انت مظبط نفسك بقى، هتروح برضه في النهايه تقعد في شقه ولا حاجه في لندن، لكن مش هتبقى عايش زي البرنس. انت هنا عايش برنس في مصر، برنس بجد. استاذ ايمن نصحي، اهلا وسهلا. اهلا استاذ ايمن. استاذ ايمن علي صوتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ جمعه؟ يا اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا بشارك مع حضرتك، بس كان ليا راي عشان كلامك الجميل. اتفضل، تحت امرك. الوطني الخالص. تحت امرك. كنت عاوز اشارك ان في فتن في البلد بتحصل بعد ما خلصت الفتنه الكبرى والناس عقلت. في ثغره كده في موضوع التاكسي الابيض والشركات بتاعت العربيات الملاكي. صحيح. عايزين يعملوا فتنه في البلد بين سائقي التاكسي وبين سائقين الملاكي واصحاب العربيات الملاكي انت اللي هي المشاريع العالميه اللي معروفه، لكن انت صاحب تاكسي يا استاذ ايمن؟ لا انا مش صاحب تاكسي، بس انا متابع للقناه جيدا. طيب انت شايف من وجهه نظرك كمواطن عادي مين الظالم ومين المظلوم؟ انا شايف سائق التاكسي مظلوم، واصحاب التاكسيات اللي مطلعه سواقين تشتغل عشان صاحب التاكسي عنده اسره وسائق التاكسي عنده اسره. تمام. فكده في اهدار جامد جدا حضرتك. لو في حاجه تانية اخطر، هل الرجل اللي عنده عربيته الملاكي اللي بيشغلها لتوصيل المشاوير دي بيدفع ضرايب على الحكايه دي؟ طبعا حضرتك بيدفع ضريبه عربيه ملاكي، لكن سائق الاجره بيدفع اعلى. مظبوط. وبيدفع تامينات لرخصته وتجديد لرخصته، بيصرف كتير لانه معاه رخصه مهنيه. انما سائق الملاكي طبعا معاه رخصته الخاصه بتاعت ال10 سنين. ما انا مش عايز بس نقول اسماء المشاريع الثانيه ايه علشان ما يبقاش اعلان، لكن بيقال ان هم كاجره اقل من السواق التاكسي الابيض، زائد انه كراجل سائق في النهايه انت بتبقى راكب جنب واحد مهندس عنده عربيه بيوصلك مشوارك، فبيبقى كلامه قليل، ملتزم، محترم، ما بيتكلمش في التليفون وهو سايق، ما بيرغيش كتير معاك، ما بيعملش الحركات اللي بيعملها سواقين التاكسي. هل ده مبرر كافي ولا انت شايف ايه يا استاذ ايمن؟ انا شايف ان ده مش مبرر كافي، لان معظم سائقين التاكسي ناس محترمه جدا جدا، وانا بركب تاكسيات كتير، فانا مش شايف منهم ان في اي سلبيات. قليله جدا 1% لما بتلاقي سلبيه عند سائق التاكسي. تمام. لكن ممكن تكون مدربه للسيارات الملاكي ان هم يتعاملوا بهذا الطبيعه على اساس يعملوا جو في السوق ويعملوا الفتنه الكبرى، وسواقين التاكسي دي تعمل مسيرات في انا فاهمك ان احنا كده في ظلم بين بيقع على سائق التاكسي بشكل عام جدا. طيب جدا حضرتك انت تقترح ايه؟ بلاش شركات اللي بتشغل العربيات الملاكي، ده رايك؟ انا رايي ان هم لو القانون والدستور يديهم حق وتكافل بفرصه العمل كشركه قانونا
وبيدفعوا ضرايبهم وكده، انا ما عنديش اعتراض، لكن انا عندي اعتراض على وانا معاك في ده، وانا معاك في ده. الشركات اللي هم ما يبقاش الشغل من الباطن كده، ما حدش عارف مين بيشتغل ايه، وفي النهايه ما فيش، الدوله مش مستفيده حاجه. بالظبط حضرتك. وبعدين انا بناشد حضرتك، مش اي برنامج بحب اعمل فيه مشاركه، لان انا عارف حضرتك جيدا، لان متابع جيد جدا لبرنامجك. اشكرك. فانا عارف ان انت حد من الوطنيين الخالصين. اشكرك واتمنى كمان وجهه نظرك الجميله دي تصل للمسؤولين، وباذن الله تعالى يا رب يسمعوا الكلام ده، لان فعلا برافو عليه الاستاذ ايمن، حط ايده على حاجه هي دي برضه من الحاجات الصغيره بس مش باينه. بيقول ببساطه ان ده هدفه مش موضوع تاكسي وسائق ملاكي، لا، هدفه اخطر. اللي بيعمل ده هدفه اخطر، هدفه يخلي سواقين التاكسي الابيض يعملوا عصيان، يعملوا مشاكل مع اصحاب التاكسيات العربيات الملاكي، يعملوا مشاكل مع الشركات اللي فجاه ظهرت. وبالمناسبه زي ما قال الاستاذ ايمن، لو هذه الشركات مقننه وبتدفع ضرائبها للدوله اوكي، ينافسوا التاكسي الابيض، يبقى ساعتها في صالح المواطن. لكن شركات ما تدفعش ضرائب ومعموله كده من الباطن وفي السر ومحدش عارف هي ايه، وشركات اخرى او سائق التاكسي اللي بيدفعوا، ده يبقى فيه ظلم. زائد انه الهدف الاخطر موضوع الفتنه. والله بحييك قوي يا استاذ ايمن بجد، انت اكتر وطنيه مننا كلنا. نشوف كده القناه الامريكيه بيقولوا ايه. انا حابب برضو حضراتكم وانتوا بتسمعوا وبتتفرجوا تبقوا حاطين نفسكم بجد، يعني بامانه، المواطن الامريكي ما يهموش حاجه في العالم غير مصلحته. وبالمناسبه لو سالت 70% من المواطنين الامريكان اين تقع مصر، صدقني مش هيعرف. يعني ما تشغلوش، مش حاجه شغلاه. لكن الاداره الامريكيه، اوباما تحديدا، وعندنا فيديو بيقول ده من ترامب المرشح الامريكي، بيقول ان اوباما وهيلاري كلينتون هم اللي صانعين اللي احنا بنسميه داعش. بس قبل ما نشوف الفيديو دوت هنشوف حاجه اخطر شويه او اهم بالنسبه لنا. نشوف المذيعه في قناه فوكس بتقول ايه لاوباما الامريكاني اللي اخر سنه له السنه دي، ويا رب يعديها على خير. نشوف. You can't negotiate, you can't mediate, and you can't bargain. You can't even reason with these people. Now, Egyptian President El-Sisi, a Muslim, in a country 85% Muslim, rid Egypt, the largest Arab country, of these Islamic fanatics. He threw out Hamas terrorists and outlawed the Muslim Brotherhood, the mother of all terrorist organizations. And ironically, days before the attack in France, that same President El-Sisi called for a religious revolution to take out the violent jihadists. He called on the imams and the religious establishment to lead the fight, saying the entire world is waiting for their next move. يعني مش عايز اقول لها لا افضل فوق، عايز اقول لها برافو عليكي يعني، بس يا ريت اوباما يفهم ده، يا ريت يفهم ان الرئيس السيسي رئيس وطني بجد، بيحب بلده، بيحب دينه، بيحب الانسانيه، انسان بجد. بتقول له يعني انه خلص العالم كله مش بس المصريين من وباء اسمه كذا وكذا وكذا، اللي هم مش عايزين نقول بقى تاني الجماعه المحظوره وحماس وغيرهم اللي باعتين وفد قال ايه يقابل مسؤولين مصريين بعد ما كل الادله اكدت ان نماذج منهم هي ما وراء مقتل النائب العام الاسبق الشهيد هشام بركات. استاذ نبيل صباح الخير. استاذ نبيل. ازيك يا استاذ جمعه؟ اهلا بيك واهلا بكل اللي بيشوفونا في البدرشين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ جمعه. عمليه انا يعني كان حصل لي حادثه كده وعندي كسر في ظهري. الف سلام عليك. الف سلام عليك، اتفضل. عندي السكر والسكر اتكسر سناني خالص، وعايز حد يعمل لي عمليه في اسناني وظهري. عمليه في اسنانك وفي ظهرك. طيب وضح شويه علشان لو حد بيشوفنا برضه من الناس القادرين اللي عندهم اللي ربنا اداهم يحاول يساعدك. استاذ نبيل، انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 54 سنه. بتشتغل ايه؟ كنت شغال نجار مسلح ووقعت وحصل لي حادثه على في ظهري واتكسر الفقره الرابعه والخامسه. لا الف سلام عليك. عندك اولاد ايه؟
عندي 5 اولاد، عندي ولدين في التعليم و3 بنات في التعليم. ربنا يقدرك عليهم ويقويك ويسيب رقمك وهنساعدك، ولو ما حدش ساعدك باذن الله هنساعدك باذن الله باذن الله. ربنا يكرمك يا استاذ جمعه، على انا ظروفي وحشه جدا وقاعد بالايجار وحاجتي وحشه قوي. عينيا ليك يا استاذ نبيل، تحت امرك والله. حاضر حاضر. نفسي البهوات يسمعوا اللي زي الاستاذ نبيل، اللي زي الاستاذ نبيل يسمعوا له، يسمعوا للناس دول، يسمعوا اللي عاوز سكن، اللي عاوز يتعالج، اللي عاوز يتعلم، اللي عاوز الشاب اللي عاوز يلاقي وظيفه يشتغل، اللي عاوز يسكن في شقه. يسمعوا للناس دول. نفس البهوات اللي قاعدين في القنوات الملاكي بالكام ساعه وبالبرامج الملاكي بينظروا، يعملوا تنظير بس. ده منهم حد فجاه تلاقيه بيتكلم في الدين، وفجاه تلاقيه بيتكلم في الاقتصاد، وفجاه تلاقيه بيتكلم في السياسه. ما اعرفش ايه علاقه الاعلام بده. انت ضيف ولا انت زعيم سياسي ولا يعني؟ احنا كنا بنتريق كلنا على صاحب قناه ودايما يطلع يقول ده قناه امي. بقت كلها قنوات امهاتهم اللي هم مين؟ اللي هم رجال الاعمال اصحاب القنوات اللي حاطين لهم حائط صد، ولو شاطر تقترب منهم يطلعوا فيك كل الموبقات، كل حاجه يطلعوها فيك. وعاملين حائط صد وهم علاقتهم ببعض كده. وبالمناسبه انا واثق والله ان الدوله فاهمه ده كويس وعارفين ده كويس، لان هم مجموعه يعني معروفين ومعروفين من زمان، من ايام مبارك. معروفين علاقتهم ببعض عامله ازاي، بيساندوا بعض ازاي، بيساعدوا بعض ازاي. لكن لما يقترب الامر للبلد ويبقى هدفهم وقوع البلد، وهدفهم تشويه صوره رئيس البلد، وهدفهم تقليب الناس على الجيش اللي هي المؤسسه الوحيده اللي ماشيه صح، ويا ريت كل المؤسسات تكون ماشيه زيهم، يبقى لا، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، قولوا فينا بقى اللي انتوا عاوزينه ولا هيفرق معانا. لكن دورنا ومهمتنا ان الحلقه اللي جايه هنكشفكم واحد واحد، وهنقول بقى مين ده، كان اصله ايه، كان عايش ازاي، وكان جاي منين، وبيركب ايه. وعرفناه احنا كصحفيين صغيرين شباب كده واحنا لسه في بدايه التسعينات، عارفينهم كلهم لان كلنا بنحتك ببعض. فجاه بقى هو مليونير، منين وازاي وليه؟ ربنا يزيدك فلوس لكن ما يزيدكش ابدا عداء لبلدك. وربنا يهدي يا رب البعض منهم اللي ممكن يكون مش فاهم، مع ان انا اشك في الحكايه دي. انا عندي فيديو نفسي برضو نشوفه يا هشام، اللي هو يعني في شاب مصري كده واخداه الحماسه قوي، وكان بيقول بجد من قلبه وهو رايح المطار، قدام المطار عمال يتكلم بحب، بيقول لكل حد بيكره البلد ان السيسي مش واحد في البلد، ان الرئيس السيسي المصريين بيحبوه لانهم الناس بتحس بالاخر. يعني مهما انت قلت لو الكلام مش من قلبك عمره ما هيصل لقلوب الناس. كل كلمه بيقولها الرئيس السيسي بتصل لقلوب الناس، لانه بيحب الناس بجد، بيحب البلد بجد، خايف على البلد بجد. طيب بس شوف لي وانا بكلم الاستاذ محمد، شوف لي الفيديو اللي فيه شاب مصري كده قدام المطار بيقول كلام من قلبه، بيقول لكل مصري مغترب شايفنا دلوقتي، انت لو اتبرعت للمصريين اللي في بلدك ب $100 كل شهر، وبقولها لهم بجد، بقولها لهم بحب، بقول لهم $100 دي ما انت هتبعتها لاسرتك، الاسرتك ده هتشتري فول وهتشتري مش عارف ايه وايه، في النهايه بتساعد المصريين وبتساعد بلدك اللي هي علمتك وصرفت عليك وخلتك عرفت تسافر ويبقى معاك شهاده او معاك صحه او معاك ايا كان. والكلام بقى مش للشباب المغترب بس، الكلام للاكبر منهم، لرجال الاعمال اللي عاشوا في مصر وعملوا ملايين الملايين، بل عملوا مليارات، ولا احد منهم بيفكر لحظه انه زي عجبني قوي في موضوع تعالى نصبح على مصر بجنيه، كل المصريين الوطنيين المحترمين صبحوا على مصر بجنيه و5 و10، ولكن حد عجبني قوي لما قال فلان لو صبح على مصر كل يوم ب1000 جنيه حاجه كده كل يوم، هياخد 38 سنه عشان يدفع بس الضرايب اللي عليه. نقول استاذ محمد او الحاج محمد، السلام عليكم. حاج محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. انا بنحيي صوت القاهره والله. انت قناه القاهره كلها قناه المصريين كلهم. وبنحييك ساعه ما جبت الريس بيقول انا لو ننباع كنت ننباع. انت فهمتها ازاي دي يا حاج محمد؟ انا الريس زمان قال لك انا لما احتاج لربني. نعم. فهمت الجمله دي من الرئيس السيسي ازاي؟ قال انا هو اخونا الكبير، وان شاء الله سمعتها هتبقى احسن من سمعه عبد الناصر وسمعه السادات وسمعه مبارك، لانه هو قال لك هو قال كلمه مره
قال لك انا لما نحتاج نخبط على ربنا هيقف معايا وان شاء الله يقف معاه يا رب. لانه هيشيل الجدر بتاع الظلم. يا رب. شدر الظلم اللي هذا المصريين وجاب لهم فيروس وفشل كبدي. يا رب. وجاب لهم خبيث. لو حس الاعلام المصري، لو الاعلام المصري حس بوجه المريض من الفيروس او الفشل كلوي او الفشل كبدي، كان صرف له علاجه. وفعلا هو بخاطب في الحكومه المصريه، هو بيقول لك انا عاوز 6 مليون، عندي 7 مليون عاوز 6 مليون. صحيح. المليون الثاني مش عاوزينه يا ريس. صحيح. عشان ما يعلمش زيادات الفساد. صحيح. احنا عاوزين ناس صادقه فعلا. انا عاوز حكومه كلها عبد الفتاح السيسي. الله عليك. العدل اساس الملك. طب هنجيب منين بس عبد الفتاح السيسي؟ هو واحد بس للاسف. صحيح. انا حاسس صوت القاهره والله، انا حاسس صوت القاهره ان هو صوت البناء للمصريين. والله عندك حق، انا بحبك يا حاج محمد جدا جدا. ومن كل المذيعين اللي بيطلعوا على صوت الشعب وعلى القناه الاولى وعلى القناه الثانيه، يعني ارجوكم كل واحد يلتزم بقناته. يا رب. تاخد من صوت القاهره وتروح تودي صوت الشعب، ما ينفعش. انا بشكرك جدا يا حاج محمد، وكلامك واصلني. بشكرك يا حبيبي عشان وقتنا، بشكرك جدا. وهو ده المصري اللي انا بحب اكلمه، اللي زي الحاج محمد كده، اللي زي الاستاذ نبيل، اللي زي الاستاذ محمود الشريف، الناس المحترمه الوطنيين المخلصين بجد، اللي سايبين كل القنوات الثانيه بيتفرجوا على مسبيرو. ويمكن دي تكون رساله برضو لصديقنا الاستاذ عصام الامير، محتاجين نرجع الناس دول يتفرجوا علينا تاني ونكلمهم ونخاطبهم. استاذ فاروق من السويس، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ جمعه؟ يا اهلا بيك يا استاذ فاروق، اتفضل. والله انا مش هتكلم على الاعلام، لان الاعلام بتاعنا المصري اللي هو في القنوات اللي احنا اتربينا عليها وشفناها عمرنا ما هننساها، الاولى والثانيه والمصريه دي القنوات اللي فتحنا عليها. تمام. اما القنوات الدخيله من ساعه ما دخلت علينا واحنا في غلب وفي مرار. عندك حق، عندك حق والله يا استاذ فاروق، عندك حق. ناس بتبيع ضمائرها عشان الفلوس. صحيح. وعشان ياخدوا ملايين. فمش مشكله، النهارده الشعب الحمد لله فاهم الكبيره والصغيره. تمام. مش شعب جاهل زي ما هم بيقولوا، ده هم اللي جهله عشان فاهمين ان مش فاهم، احنا مش فاهمينهم، لا ده احنا فاهمينهم كويس 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 كويس. الله عليك، الله عليك. بشكرك جدا يا استاذ فاروق، بشكرك جدا. ودي رساله من مواطن مصري بسيط بيقول لهم احنا فاهمينكم كويس كويس كويس. انتوا اللي جهله، انتوا اللي مش فاهمين، انتوا اللي مش فاهمين ان الشعب المصري ما بيضحكش عليه. شعب حضاره يا جماعه، الاف السنين. يعني مع احترامي الكامل بقى يا عم اوباما، انت وشويه الخونه بتوعك، اقرا التاريخ، اقرا واعرف المصريين دول مش سهلين، بالهم طويل، صبورين، طيبين، غلابه، بسطاء، بيحبوا النكته، ولاد نكته، يعني بيعيشوا بالكاد ولكنهم مبتسمين. ورا المطار. بالظبط. لكن هنشوف مع بعض الشاب ده، لانه زي اللي احنا سمعناهم كده، زي الحاج محمد وزي الاستاذ فاروق، شاب مصري قبل ما يسافر بيقول جمله للمصريين، بيقولها بس من قلبه. نشوف مع الاستاذ هشام انيس. الفيديوهات اللي منزلينها ان مفيش دولارات هتنزل على مصر، وان الدولارات دي هتتحول، هيستلموها هم هنا، والناس هتستلم الفلوس دي بالمصري عشان الاقتصاد المصري ينهار. في حاجة بسيطة بس أنا عايز أقولها للناس اللي هتسمع الفيديو ده، الكلام ده مش هيحصل، والجيش المصري محدش هيقدر يعمل معاه حاجة، والتنظيم والإرهاب والدول اللي هي متجمعة كلها وعايزة مصر تبقى زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي فلسطين، ده مش هيحصل وعمره ما هيحصل، والله لا قدر يعني، وده عمره ما هيحصل طبعا. إن السيسي لو حصلت له حاجة، في مليون عسكري ورتبة وعميد ولواء وقائد وحدة وقائد جيش وقائد لواء زي السيسي، واكفأ من السيسي واشجع واقوى من السيسي. فمثلا يعني الله لا قدر ربنا ما يسمحش بكده، لو حصلت له حاجه هيجي بداله. لكن الاخوان مش هتمسك مصر تاني الى ابد الابدين، ومش هيكون لهم كرامه ولا لهم عزه في البلد.
دي حاجه. تاني حاجه احنا مش هنحمي بلدنا بالصوت وبالكلمه. الناس اللي هي في الخارج كلها ناس مبسوطه، واقل واحد شغال في الشهر ب 3000 دولار، ومحدش يطلع يقول احنا مش لاقيين ناكل واحنا تعبانين واحنا الغربه عملت لنا والغربه صوت لنا. لا سيبك من الكلام ده. احنا بنقول الناس اللي ربنا يقدرها تدفع، اقل حاجه تعملها ليك 100 دولار 200 دولار في الشهر، سوري في الكلمه، دول 8 تيشيرت انت بتجيبه تلبسه وبعد شهر بتلجحه. ال 200 دولار نزلهم على صندوق تحيا مصر، مش هيعملوا لك حاجه في الشهر. 200 دولار مش هيعملوا لك حاجه، تراهني مش هتجوع بسببهم، لكن هيرفعوا اقتصاد الدوله بتاعتك. كل العالم دلوقتي عايز مصر تنهار، وده مش هيحصل، بس مش هيحصل بينا احنا الشعب. السيسي خلاص مش في امكانه يعمل حاجه ازيد من اللي عملها. الناس شايفه. انا بحب الراجل ده جدا اللي بيتكلم ده شخص زينا، مصري زينا، بيقولها بجد، بيقول يعني احنا كشعب قادرين نواجه، مع احترامي الكامل لكل المصريين اللي بيشوفونا. كل واحد فينا بيشوفنا دلوقتي له دور، صدقني دورك بيبدا من بدايه انك حتى تقاطع هذه البرامج المفسده للعقول على الاقل. وبرجع اكد على حاجه مهمه جدا جدا، وحضراتكم لو متابعين برنامج يوميات مصر، لو متابعين جمعه قبيل، ياما نقدنا كل الناس من الرئيس لرئيس الوزاره، من ايام المهندس محلب لكل الوزراء، لكل وكلاء الوزاره، لكل الاحياء. ما فيش حاجه اسمها فوق النقد، لكن في فرق كبير قوي بين ان انا انقد لصالح بلدي وان انا انقم على بلدي بشكل عام. ويمكن زميلنا الجميل عبد الحكيم قال بنعتذر للرئيس عن اللي حصل في قناه القاهره، لكن انا بستسمح رئيس قناه القاهره ان احنا بنعتذر لانفسنا وبنعتذر لمسبيرو بالكامل ونعتذر للمشاهدين، لان الرئيس مش محتاج اعتذارنا، الرئيس محتاج كلنا نشتغل معاه، كلنا نبذل جهد معاه بجد وبحب للبلد زي ما هو بيحبها. عايز اقول لكل اللي على التليفون بعتذر لهم بشده، وبعتذر للاستاذ محمود فوزي والاستاذه دينا فؤاد والحاجه ام هاشم. هكلمك بنفسي باذن الله تعالى بكره، وعد هكلم حضرتك باذن الله تعالى. وام جيلان بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو. للمهندس ابراهيم جلال، ده كلامك على راسي يا استاذ ابراهيم. وغاده صلاح وراشا اسماعيل ومجدي عبد الحليم. وبشكر المراسلين بتوعنا اللي في كل حته في العالم بيراسلونا وبيبعتوا لنا فيديوهات، وباذن الله من الحلقات اللي جايه هناخد فيديوهات قد ما نقدر. يسرى الناصر من كندا بشكرها جدا. لمياء اشرف، مدام لمياء اشرف بشكرك جدا من لندن. وغاده ولي الدين من امريكا. والهنوف عبد الله بشكرك جدا جدا يا هنوف من هولندا. ومراسلين كتير، مدام حنان بشكرها. وسعيد رياض بشكره جدا. واي مراسل، يعني ايه مراسل؟ يعني تقدر تبعت فيديو من اي مكان انت فيه على صفحه يوميات مصري بالتلفزيون المصري على الفيسبوك، ادخل واكتب، وباذن الله تعالى ابعت كل ارائك واهلا بيك. بشكر حضراتكم جدا، وبقول مصر باذن الله تعالى عظيمه وهتفضل عظيمه، ومصر ربنا حافظها باذن الله بجيشها وبرئيسها. وبالعند بقى في كل اللي بيقولوا ان احنا كاعلام مصري بنطبل للرئيس، بقول للرئيس وبقول للاستاذ هشام انيس مخرجنا الجميل، يلا سمعنا انت معلم.